عاوزة تتعلمي تعملي تورتة او عايزة تتعلمي تفتحي مشروع ويكون مصدر رزق ليكي، النهاردة في الفيديو ده هعلمك ازاي تعملي تورتاية زي المحلات واحسن كمان، وتعملي كمان مشروع من بيتك. وممكن بقى تعملي جروب، تعملي صفحة على الفيس، والشغل بتاعك اكبر ناس يشوفوه لما طبعا تمشي على الخطوات اللي انا هقولك عليها بالظبط، وتعملي نفس التكات اللي انا هعملها، تطلع معاكي تورته احلى من المحلات. ازيكم كل متابعينا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعاكم فيديو جديد، والنهارده يبقى فيديو مميز شويه. اقولك ازاي تعملي تورتايه مقاس 26 بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه. اول حاجه يا ست الكل، لو عندك عجان او عندك مضرب كهربائي نقدر نشتغل بده ونشتغل بده. النهارده معايا 4 بيضات يكون حجمهم كبير، معايا 400 جرام من الاسبونج، معايا كمان معلقه محسن جل، تلت كوبايه من الميه، ودي الكوبايه المعياريه اللي انا بعاير بيها. معايا الفانيليا، ونضرب ده كله في العجان. الاسبونج اللي انت تجيبيه يكون طبعا من مكان موثوق فيه، بيبقى مخصص اصلا للتورت والجاتوهات. ده اسمه دريم. انا طبعا بجيب الشكارة الرصاصي، بجيب طبعا بالشكارة. انت طبعا لو انت لسه مبتدئة تقدر تجيبي بالكيلو ب2 كيلو يفضل موجود عندك. خلاص اخدنا 400 جرام من الاسبونج وال4 بيضات، تلت كوباية من المية، ومحسن الجل. طبعا انا بستخدم جل محسن جل بونو، والفانيليا. بضرب ده كله في العجان لغاية طبعا ما القوام يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، عامل زي قوام الكريم شانتيه. بجيب الصينية بتاعتي، والصينية دي مقاس 26، وبطنها طبعا بورق خبز او ورق حواوشي موجود طبعا في اي محل مستلزمات، ورقيات بقى، الكراتين بتاعت التورت وجاتوهات، او مثلا اطباق الفوم، القواعد كده يعني. تمام كده. هو الكيلو منه مش غالي، ب30 او ب35 جنيه، بيبقى ما شاء الله كمية كبيرة وبيفضل معاكي وقت كبير. تمام كده. بفضل ان انا طبعا حطيت في الارضية وكمان في الجوانب، بعلي طبعا اطراف الصينية بتاعتي، لان الصينية بتاعتي مش عالية قوي، فانا خاف طبعا الاسبونج يطلع فوق على الصينية عشان ما يقعش على الجناب وكده. فانا بعمل لها سور كده بحيث ان هي ما تقعش مني على الجناب. تمام كده. لو الصينية طبعا يعني الارتفاع بتاعها مش عالي يعني. خلاص هبدأ ان انا افرد كده نص الكمية في قلب الصينية، والنص التاني انا بحط معلقة كاكاو اسباني خام، لان انا طبعا بجيب الشوكولاته اللي انا بجيبها بتبقى فانيليا. بقلبها طبعا بمعلقة كاكاو اسباني خام. بجيب طبعا الكاكاو ده من المحل اللي انا بجيب منه المستلزمات بتاعتي او الخامات بتاعتي، بحيث ان انا اجيبه يكون نوع موثوق فيه. تمام. انا بجيب كاكاو اسباني مش محلى، بحط طبعا معلقة منه. بقلب طبعا النص التاني في البولة كده زي ما انتم شايفين، وانزل ببقية السبونج بتاعي في النص التاني من الصينية. خلاص بخبط بس خبطتين كده عشان ما يبقاش فيه فراغات. اول طبعا ما ابدا ان انا اشتغل في الاسبونج، بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره متوسطه، بلاش تعلي الفرن قوي وبلاش تهدي الفرن قوي. هديت الفرن قوي الاسبونج بتاعك هيبقى مليان فراغات، وهيبقى هاشش جدا زياده عن اللزوم. فاحنا عايزين نطلع اسبونج يكون حلو جدا، ويكون يعني متماسك، وفي نفس الوقت ناجح 100%. تمام. يعني حابة تعملي تورتاية، اسمها الفيديو ده حابة تعملي مشروع من البيت، اعملي الخطوات اللي انا هعملها، وان شاء الله ان شاء الله يعني هتنجح معاكي 100%. تمام كده. خلاص دخلنا الاسبونج بتاعنا وطلع معانا كمان وبرد، وهنبدأ دلوقتي ان احنا نقطع الاسبونج بتاعنا عشان نعمل التورتاية القمر بتاعتنا. طبعا احنا نختلف عن الاخرون، نختلف عن شغل المحلات خالص. شغل المحلات طبعا بيشتغلوا بسيجان، احنا بنشتغل طبعا في حلال، ما بيطلعش معاكي طبعا الديسك زي ما احنا بنطلع. الطبقة بتاعتنا كده بتبقى 2 سنتي، ممكن تكون معدية ل2 سنتي كمان. طبعا انا بقطع بالمنشار بتاعي، ظبطها على رقم 8، عشان طبعا لو انتي بادئة او مثلا ست بيت وعايزة تطلعي تورتاية يكون بارتفاع يكون محترم كده، وحاجة كده تكون حلوة. تمام كده. قطعتها على 3 طبقات. تمام. ان شاء الله اسيب لكم برده المقادير في صندوق الوصف. بس اهم حاجه لو انتوا وصلتوا لغايه هنا في الفيديو، يا ريت تحطوا اللايك بتاعك الحلو، كومنت جميل منك وتقولي بتتابعيني منين. واهم حاجه بنات اللايكات كده عشان نتشجع بيكم ونعمل لكم فيديوهات تانية كتير. تمام كده. جبت البورد بتاعي وهبدا ان انا اشتغل على البورد بتاعي. طبعا
التورتايه مقاس 26 وانا ما لقيتش عندي الا برد 30. تمام، لان البرد اللي كان عندي كان اصغر، وانا بحب طبعا احط التورتايه بتاعتي تكون على برد اكبر، تكون كمان الكرتونه تكون اكبر، بحيث طبعا وقت التسليم التورتايه ما تتخبطش مني من العميل وكده في جوانب الكرتونه. تمام، تكون راحه واصله، تكون كويسه. خلاص هبدأ دلوقتي ان انا طبعا حط اول طبقة كده، ورجعت حطيت تاني طبقة. لو انت لسه مبتدئة ومش هتقدري ان انت توزعي الكريمة كويس، كيس حلواني يا ست الكل كده وتحطي فيه الكريمة، تبدأي ان انت توزعي الكريمة بتاعتك، هتبقى معاكي متساوية وكده. خلاص حطيت طبعا جيلو فراولة، حشيت بقى التورتايه من جوه كده، وابدأ اشيل كل اللي على الجوانب كده زي ما انتم شايفين، واحط الطبقة الاخيرة. قولولي بقى، في محل بيطلع تورتايه بالارتفاع ده؟ لا طبعا. خلاص كده هبدأ بقى ان انا اجلس التورتيه بتاعتي تجليسة كويسة جدا جدا. والموضوع على فكرة يا جماعة سهل جدا، شغل الحلويات سهل جدا. واكتبولي كمان في الكومنتات لو عايزيني ان انا انزل في القناة شغل حلويات شرقي، تمام مفيش مشكلة، اعمل لكم شغل شرقي، بحيث طبعا لو حد حابب ان هو يشتغل في الشرقي او في الحلويات، التورت والكيتوات وكده، تمام برضو انا معاكم كده ومعاكم كده. خلاص كده اهم حاجه بس ان انتوا تشجعوني، ولو لسه مفيش حد دخل، يعني حد داخل معايا جديد وما اشتركش لسه في القناه، في كلمه اشتراك جنب اسم القناه، يا ريت تعملي اشتراك كده وتفعلي الجرس، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. خلاص هبدا بقى ان انا اجلس التورتيه بتاعتي. طبعا التورتيه دي بتاخد مني من كوبايه لكوبايه وربع، في الصيف تاخد مني كوبايه ونص كمان، في الشتاء تاخد مني كوبايه وربع. خلاص ابتديت ان انا اجلسها كده، والكريمه ناعمه معايا جدا. طبعا الكوبايه بتاخد مني كوبايه ميه متلجه، عليها ربع كوبايه من السكر، عايزه تزودي السكر حسب طبعا الرغبه. خلاص، والكريم الشانتيه اللي انا بستخدمه هايبر المتحده. هبدا بقى ان انا اعمل بالسكرابر كده، ولازم طبعا يكون معاكي قاعده دواره، ويستحسن يعني لو جبت القاعده الاستانلس خفيفه جدا جدا في الشغل. خلاص، لكن القاعدة اللي انا بشتغل عليها دي تقيلة جدا، بس هي بقالها يجي 4 سنين معايا، فشغلها تقل يعني. هبدأ بقى ان انا اعمل بالسكرابر كان مشنشر، والسكرابر بيبين لي اصلا لو في حتة يعني داخلة جوه كده محتاجة كريمة بزودها كريمة. خلاص هبدأ بقى ان انا اشيل كل الزوايد كلها اللي على سطح التورتايه كده. خلاص تغسلي بقى السكرابر بتاعك بميه سخنه، وتبداي ان انتي يعني عشان سطح التورتايه كده يكون ناعم معاكي، بحيث ان ما يبقاش طبعا في حتت عاليه وحتت واطيه في التورتايه. خلاص ممكن بقى تغسليها بميه سخنه، يعني هتلاقي بصوا سطح التورتايه دي بقى ناعم معاكي جدا. هبدا بقى ان انا اقسم التورتايه بتاعتي على 4 ارباع. اي تزيين بقى انت عندك حابة تعملي اي تزيين، انا طبعا عندي قناة تانية اسمها تورت وجدات ملوكة، هتلاقوا طبعا اللي حابب ان هو يروح هناك هتلاقي طبعا كتير جدا من الحلويات الشرقي والتورت والجاتوهات وحاجات كتير. طب ليه انت عملتي قناة تانية؟ اقول لكم عملت قناة تانية ليه. انا عملت القناة دي عشان انا حاسة ان انا بقالي فترة جامدة جدا جدا على القناة التانية، وبنزل فيديوهات وما شاء الله فيديوهات كتير، يعني معدية 450 فيديو وفيديوهات حلوة، يعني لا فيها هدف وكده في الشغل، ومن كمان ان انت تعملي مشاريع وكده. بس انا حاسه ان ما يعني المشاهدات بتاعتها مش قد كده. تمام، فانا قلت ان انا اعمل قناه تانية، بحيث ان انا يعني ما اضيعش وقتي والقناه يعني حاساها كده واقعه مفيش فيها مشاهدات وكده، فعملت دي قلت يمكن ربنا يرزقني فيها وكده. فاكيد طبعا منكم من الكومنتات بتاعتكم يعني ممكن تكون دي مصدر رزق ليا احسن طبعا من التانية. ولو دي طبعا ملقتش برضك عليها تفاعل وكده مش هتعب نفسي اكتر يعني من كده. تمام، لكن لو لقيت طبعا في اقبال وفي مشاهدات وكده، هضطر بقى ان انا اشتغل على القناة دي وقناة تانية، يعني هحاول ان انا مثلا انزل عليها فيديوهات برضك عشان ما تقعش. خلاص
القناة التانية يعني تعب بتاعي 3 سنين أو 4 سنين، داخلة على 4 سنين تقريبا، ما فيش فيها يعني الحمد لله. تمام كده، فأنا ياريت تشجعوني طبعا في القناة دي، وتعبي طبعا ما يروحش في الفاضي يعني. هبدأ بقى ان انا ازين التورتيه بتاعتي، والتزيين ده يرجع لك انتي. اي بقى شوكولاتات عندك، كريسبيات، عندك بقى طبعا اشكال مثلا ترانسفير او مولدات سيليكون من اللي انا بشتغل بيها دي، واحسن طبعا الاشكال اللي بالقوالب السيليكون احسن كتير من الترانسفير، لان الترانسفير انت بتدخليه التلاجة بيطلع معرق معاكي وما بيبقاش شكله احسن حاجه. خلاص، فانا عندي طبعا اشكال كتير من مولدات السيليكون، ببدأ ان انا اعمل بيها اشكال وكده. بس يعتبر كده التورتايه بتاعتي خلصت، معادش فيها مثلا شغل كتير وكده، حاجات بسيطة خالص والتورتايه بتاعتنا تخلص. التورتايه دي انت هتحطها في كرتونة كام؟ انا بحطها في كرتونة 30 في 30. تمام. كتبت طبعا الكلام اللي كان يعني المفروض يتكتب على التورتايه، يعني الخط مش احسن حاجة، بس يعني الحمد لله قضينا المهمة يعني. خلاص كده كتبت عن النوتيلا البيضة بالجيل الفراولة، بدي شكل حلو قوي يعني. الجيل الفراولة مع او اللون الاحمر مع الابيض جميل جدا. حطيت بقى بسكوت اللوتس كده على الجهة اللي باللوتس. طبعا انا عملت 2 نوتيلا، واحدة نوتيلا بيضة، عملت نوتيلا 2 نوتيلا بني، واحدة نوتيلا بيضة والتانية زبدة لوتس. زبدة اللوتس بتتخف طبعا بزيت، النوتيلا بتتخف بزيت. خلاص كده، يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده. ولو الفيديو طبعا عجبك، يا ريت تحطوا اللايك بتاعك الحلو وكومنت جميل منك، وتقولي بتتابعيني منين. اترككم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.